هذه مريم، عمرها 16 سنة، مسلمة إندونيسية تسكن مع والديها وأخيها الصغير، وبعد 15 ثانية سوف تترك الإسلام، وهذا هو السبب. إندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم بأكثر من 200 مليون مسلم، ولكن هذا يتغير. يترك مليوني شخص كل عام الإسلام ليعتنقوا المسيحية. تشير الإحصائيات من مؤسسة الأزمات الدولية لعام 2012 إلى أنه إن استمرت المسيحية بالنمو بمعدلها الحالي لن تكون إندونيسيا ذات أغلبية مسلمة بحلول عام 2035. هذا وضع مثير للقلق، وضع يدفع المرء إلى التفكير: لما يحصل هذا؟ لما لا يشعر الناس بالرضا مع الإسلام؟ لما هم مستعدون للتخلي عن الله؟ هناك أشخاص في إندونيسيا لديهم سبل محدودة جدا للوصول إلى المعرفة الإسلامية، حيث تكون صلاة الجمعة هي طريقهم الوحيد للتعرف على الإسلام، والتي في عديد من الأحيان لا يفهمون أو يشعرون بأنها تلامس قضاياهم. تستغل البعثات التبشيرية المسيحية في شتى أنحاء إندونيسيا هذا الوضع لنشر أيديولوجيتهم. يديرون محطات تلفزيونية تعالج المشكلات الاجتماعية، ويديرون خطوطا هاتفية للمساعدة للرد على النقاط التي تثير قلق الشباب. يقومون باحتفالياتهم الدينية يوم الجمعة بدلا من الأحد. يتلون كتابهم مثل ما يتلى القرآن. يستخدمون مصطلحات إسلامية في لغتهم مثل الصلاة والإيمان وحتى لفظ الجلالة الله. مريم ليست سعيدة في المنزل. يتجادل والديها كثيرا، يجعلها ذلك تشعر بالاختناق، الكآبة. تقوم بمشاهدة التلفاز، وتساعدها مشاركة مشكلاتها مع خطوط المساعدة الهاتفية على الابتعاد عن مشكلاتها، وتعطيها شعورا بالسلام. يقوم أصدقاؤها بشكل متكرر بدعوتها لحفلات موسيقية تنظمها الكنيسة المحلية. تعتبرهم الآن عائلتها الجديدة التي تمنحها الشعور بالمحبة والدعم. مريم على وشك ترك الإسلام. قام العديد من أصدقائها بذلك ويشجعونها على الانضمام إليهم. تشعر بالانتماء وبأن هناك هدف لحياتها. الملايين من الآخرين إما ارتدوا أو على وشك فعل ذلك. كيف نمنع حصول هذا؟ مريم ليست شخص فقط، مريم رمز لجيل كامل من الإندونيسيين اليوم. علينا أن ننقذ مريم. علينا أن نبدأ من القاعدة الأساسية. المشكلة هي قلة المعرفة الإسلامية التي تؤدي إلى إيمان ضعيف. نريد أن نبدأ أول محطة إسلامية في هذه البلد، التي ستقوم بنشر رسالة الإسلام بطريقة يستطيع الشباب اليوم أن يفهموها وأن يكونوا راغبين بفهمها. نريد بدء خط هاتفي للمساعدة الاجتماعية للانخراط مع الشعب الإندونيسي في قضاياه الدينية والاجتماعية. نريد أن نعظ قليلا ونستمع أكثر. نريد أن نسمع أصوات الشباب الذين يواجهون عددا من التحديات الاجتماعية للحياة العصرية، ونرد بطريقة مناسبة. نقر أنه ليس لدينا اليوم نفس الميزانية التي لديهم، لكن بمساعدتكم نستطيع على الأقل أن نخطو الخطوة الأولى. حتى نستطيع إحداث تغيير علينا أن نجمع مليوني دولار، وهذه هي الطريقة التي ننوي جمع الأموال من خلالها. لا يعرف العديد من المسلمين عن هذه الأوضاع في إندونيسيا. حان الوقت لإخبارهم بذلك. حان الوقت للتخلي عن شعور الراحة الذي يشعرون به حيال كون إندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم. ففي كل يوم يمر تقترب أكثر من فقدان هذا اللقب. علينا أن ننشر خبر حملة أنقذوا مريم في كل أنحاء العالم من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ونقل الأخبار شفويا. القيام بما يتطلب الأمر مهما كان، طباعة اللافتات وتنظيم فعاليات وأخبار الجميع. انشر هذا الفيديو عبر الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وأي موقع آخر تستخدمه للتواصل الاجتماعي. اكتب عنه في مدونتك وانشر تغريدات واطلب من أصدقائك فعل نفس الشيء. كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يعرفون هذه الحملة، كلما ازدادت سهولة تحقيق الهدف. هدفنا هو إعادة الإسلام إلى حياة المسلمين الإندونيسيين. انضم إلينا. أنقذ مريم. Save Mariam. Save Mariam. Save Mariam.
Save Mariam. Save Mariam. Save Mariam. Save Mariam.